ازيكم يا حبايبي؟ اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات يوميات غادة وندى. النهاردة هنوريكم ازاي نفرز الملوخية ونعملها ازاي. تمام. هنوريكم دلوقتي الملوخية. قرطفناها وغسلناها وسايبينها في المصفى اهي تتصفى. تمام. هنحط طبعا تحتها طبق، بس هي عشان هي خلاص قربت تنشف اهي. انا بس حاولت اصورها لكم، هي مبلوله شويه. هنسيبها طبعا تنشف، وممكن بردك اللي بينشفها بردك ممكن تسيبيها في الهواء تنشف، يعني تبقى في مروحه بتاع، واحنا في صيف خلاص فهتنشف على طول. او اللي حته قطن بتبقى مخصصه للملوخيه بتنشفي بيها، تفضلي تحطي ايدك عليها كده بالراحه وتمسحيها تفركيها كده بالراحه وتنشف. هنقول لكم بقى طبعا بعد ما ننشفها ونخرطها هوريكم هنفرزها ازاي، واسهل واسرع طريقه. خليكم معانا. الملوخيه هي يا حبايبي بعد ما خرطناها بالمخرطه العاديه. اللي عايز يخرطها في الخلاط براحته، انا بحبها بالمخرطه البلدي العاديه. تمام. واسهل بقى تفريز ملوخيه. ايه هي تفريز الملوخيه؟ شويه، شايفين شويه الميه ده نص كيلو ملوخيه، على شويه الميه دول ربع كوبايه. هنحط بردك واحده واحده نشوف لغايه ما تاخد كميه، لغايه ما تفك بس في الميه. نحط كده شويه الميه ونقلبها كده. نحط شويه ميه تاني. تمام. ميه ما فيهاش اي حاجه، ميه عادي من حنفيه. ثواني بقى اعملها لكم. خدت معايا بالظبط نص كوبايه ميه وشويه كمان صغيرين، يعني تلت كوبايه ربع، يعني حبه صغيره كمان، يعني حطيت شويه كده حبه عليهم، يعني يجي معلقتين ميه مثلا. المهم انت الميه بتظبطيها تبقى القوام ده. خدت اكتر خدت اكتر ماشي، عشان انا صحيح يعني قلت لكم ده نص ملوخيه، بس هو ده نص وزياده، فخد مني اكتر من نص كوبايه ميه. تمام. تبقى كده بالمنظر ده كده، وهنحطها في الكيس ونفرزها. هوريكم. دي نص الكمية، يعني انا قسمت النص كيلو على 2، لان احنا بنعمل هي وجبة واحدة، بنحب ناكل الملوخية، يعني هي يعني طبق واحد او وجبة واحدة وخلاص، ما نحبش نركنها، او يعني حرام حتى تتركن وتترمي. تمام. هنفرغ الكيس كده من الهوا زي ده كده اهو. اهو اهو بالطريقة دي فرغنا منه الهوا ده كده، يعني نص كمية النص كيلو. وهنحطها في الفريزر تتفرز، ومرتك لما اجي اعملها لكم من الفريزر هوريها لكم. وهعمل لكم دلوقتي الملوخيه بس في الفيديو التاني اللي هتشوفوه بالرز والفراخ. تمام. هي فرزناها، فضينا منها الهواء، وهنفرزها بالشكل ده في الفريزر عشان ما تتعبكيش حتى وانت بتفكيها من الكيس. يا رب يكون طريقتي عجبتكم وجربوها وقولوا لي ايه الاخبار. وخضره جميله اهيت، ويا رب يكون افدتكم، وباي باي.